هل تعلم أن التمساح له طبيب أسنان خاص؟ هذه المعلومة ستصدمك. يحتاج التمساح بعد كل وجبة من وجباته الدسمة إلى الحفاظ على أسنانه من بقايا الطعام التي تبقى عالقة على أسنانه لفترات طويلة فتضره، لكن من بديع صنع الخالق سبحانه وتعالى أن جعل لهذا التمساح طبيبه الخاص البارع، والذي يعرف باسم طائر الزقزاق. يحوم هذا الطائر حول الأماكن التي تتواجد بها التماسيح، وما أن ينتهي التمساح من تناول وجبته حتى يفتح فمه، ليقوم طبيبه الصغير بالوقوف على فكه السفلي وتنظيف أسنانه ببراعة شديدة من بقايا الطعام، ويتبادلان المنفعة، فيحصل الطائر على وجبة شهية ويحصل التمساح على أسنان نظيفة. فمن علم هذا التمساح أن لا يغلق فمه على طائر الزقزاق؟ ومن علم الطائر أن يقف على فم التمساح بكل هذه الجرأة وهو يعلم أنه لن يأكله؟ من صنع برنامج المستقبل عند النسور؟ الطريقة التي تختار بها أم قشعم أنثى النسر الذكر تؤكد لكل ملحد أن هناك إلها وضع نظاما دقيقا ذكيا يرى المستقبل ولا يمكن أن يكون من محض الصدفة. عندما تريد أم قشعم أن تختار نسرا لكي يكون شريك حياتها وتبني معه عشها، فإنها تلتقط عودا أو غصنا من الشجر وتصعد به لأعلى ما يمكنها في السماء، فيتبعها الذكور، ثم تلقي بالغصن إلى أسفل، فيتسابق الذكور لالتقاطه قبل أن يصل إلى الأرض، ويستطيع ذكر واحد فقط أن يلتقط هذا العود، ثم يطير عاليا ليقدمه للأنثى معلنا أنه الفائز. إلى هنا يمكن لأي ملحد أن يقول هذا يدل على ذكاء أم قشعم في اختيار النسر الأقوى والأسرع، ولكن أم قشعم تقوم بعمل صادم، فبعد أن يعطيها النسر الفرع الذي التقطه تقوم بإلقائه إلى أسفل مرة أخرى، فيلتقطه ذكر فيعطيه لها، وهكذا دواليك. تظل الأنثى تكرر نفس العمل، تلقي بالعود فيلتقطه ذكر فيعطيه لها، إلى أن ييأس كل الذكور فيبتعدوا، إلا ذكر واحد لم يمل ولم يكل، ويظل صامدا يلتقطه ويعطيه للأنثى، فتختاره الأنثى شريكا لها. فهي لم تختر الأقوى والأسرع، بل اختارت الأكثر صبرا وإصرارا، والسبب مذهل جدا. يذهب النسر وأم قشعم إلى أعلى مكان ويختار موضعا يبني عليه عشهما، ثم يرزقان بفراخ أو هياثم. عندما تقوم أم قشعم بالصيد تضعه على بعد أمتار من العش، فيحاول الصغار أن يذهبوا للطعام، فيقع الهيثم من العش وهو يحاول الطيران عبثا، وهو في طريقه للارتطام بالأرض يطير النسر ليلتقطه فوق جناحيه قبل الموت، فيضعه في عشه، وتتكرر الحكاية مرات ومرات إلى أن يتعلم كل هيثم الطيران. وهذا هو السبب في اختيار الأنثى للذكر الذي لا يسأم من التقاط فرع الشجر، فلو اختارت الذكر من أول مرة لترك فراخها للسقوط والموت. فمن الذي وضع في مخ أم قشعم هذا البرنامج الذكي لكيفية اختيار النسر؟ برنامج يرى المستقبل وليس الحاضر، ويستحيل أن يصمم هذا البرنامج المستقبلي إلا إله عظيم علام الغيوب القدير المتعال. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ما تشاهده في هذه الصورة هي نباتات تسمى الأوركيدا، وليست حشرات كما يبدو لك. هي واحدة من أعقد طرق التكاثر التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذه النباتات تتخذ أشكال إناث النحل والحشرات الطائرة. ليس هذا فحسب، بل وتبث روائح هذه الإناث. ولكن لماذا تتبع نباتات الأوركيدا هذه الاستراتيجية المعقدة؟ يمثل هذا العمل مرحلة رئيسية في حياة هذا النبات، فيتمثل على شكل إناث النحل أو الدبابير أو الذباب ليخدع ذكور هذه الحشرات، وذلك من خلال إنتاج مواد كيميائية تحاكي بدقة عالية فيرومونات نظائرها من الإناث، وتشبه أبعاد ولون الجزء المركزي من زهرة الأوركيدا الإناث بدقة شديدة، فيتيح شكل الزهرة احتواء الذكور بشكل أفضل داخلها. فتنزل هذه الأخيرة على النبات وتحمل حبوب اللقاح الخاصة به وتنقلها في طيرانها إلى زهور النبات في أماكن أخرى، يتم التلقيح وتكتمل دورة حياة النبات. ولكن هل لهذا النبات أعين ليرى بها هذه الحشرات فيفهم أن الذكور تحط على الإناث؟ وهل لديه عقل ليحتفظ فيه بشكل الحشرة ويفكر في خطة ليجذبها بها؟ وهل لديه ريشة فنان يستطيع بها رسم هذه الأشكال؟ ومن علم نبات الأوركيدا هذه الخطة والخدعة والصناعة البديعة؟ هل يمكن أن يأتي أي من هذا الإبداع بالعشوائية أو الصدفة؟
هل حصل معك يوما وكنت مرهقا من شدة التعب فغفوت قليلا وإذ بك تدخل في نوم عميق وأنت في منتهى السعادة، فجأة تشعر وكأنك تسقط في الفراغ فتهتز من الصدمة؟ إذا كان جوابك نعم فإن ما واجهته يسمى رعشة النوم. تحدث هذه الظاهرة في أغلب الأحيان أثناء النوم الخفيف، عندما تتراجع درجة حرارة الجسم ويبدأ القلب بالتباطؤ ويترك الدماغ السيطرة على العضلات، فيقوم الدماغ باختراع حلم صغير تشعر فيه كأنك تسقط في الفراغ من مكان مرتفع جدا، فتستيقظ مذعورا. فدعني أخبرك بأنك كنت على وشك الموت، وذلك لتوقف أنظمة جسمك من شدة التعب والإرهاق، لكن دماغك قام بإنقاذك. ولذلك ينصح الأطباء بالتقليل من شرب الكافيين والنوم المبكر والابتعاد عن القلق والتوتر وإجهاد النفس، فإن لبدنك عليك حقا. هل تعلم أن النوم في غرفة مظلمة بالكامل يبعث على السعادة؟ الله سبحانه وتعالى وضع في جمجمة كل إنسان غدة في أعلى الأذن تسمى الغدة الصنوبرية، وهي بحجم حبة الحمص. في كل يوم عندما يحل الظلام الدامس تبدأ هذه الغدة في العمل وتفرز هرمونا يسمى الميلاتونين. هذا الهرمون هو من أقوى مضادات الأكسدة في الجسم، فيمنح الخلايا مناعة قوية، وبالتالي يحمي الجسم من العديد من الأمراض الخطيرة. وأكدت الأبحاث الطبية أن هذه الغدة لا تعمل إلا في الظلام، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإطفاء المصابيح قبل النوم، إذ قال: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم. ولذلك عندما نذهب للنوم علينا إطفاء المصابيح والأنوار مثل الحاسوب والجوال والتلفاز، لكي ننام في الظلام وتعمل هذه الغدة بشكل صحيح، وللحصول على نوم أفضل والاستيقاظ صباحا في حالة مزاجية سعيدة. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن الجلوس بين الشمس والظل، بمعنى أن تجلس وجزء من جسدك معرض للشمس والجزء الآخر في الظل؟ لماذا وما الحكمة في ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه الظل صار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم، وفي رواية أخرى: فليقم فإنه مجلس الشيطان. إذا كنت تجلس في الظل فابتعد عنك وأتتك الشمس فأصبحت تجلس بين الشمس والظل. قم وغير مكانك بأن تكون بكامل جسدك في الشمس أو بكامل جسدك في الظل. السبب في ذلك كما نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يحب الجلوس بين الشمس والظل، فهو مكان جلوسه. وطبيا لأن جسدك غير قادر على تفسير التعرض لنوعين من المؤثرات في نفس الوقت، فيحدث خلل في الجهاز العصبي نتيجة تواجد جزء من الجسد في الحرارة والجزء الآخر في البرودة. لذا لا بد من تغيير الوضعية على الفور للحفاظ على الجهاز العصبي. كما أن الجسم يتعرض لتركيز عالي من الأشعة الفوق البنفسجية التي تتواجد في الخط الفاصل بين الشمس والظل، مما يتسبب في العديد من أمراض الجلد والبشرة. وأكد العلماء أن سير الدورة الدموية في جسم الإنسان الذي يتعرض للحر والبرودة في نفس الوقت من الممكن أن تسبب له العديد من أمراض الجهاز العصبي والتنفسي. وعلى الرغم من كل هذه الأسباب، إذا أمرنا الله ورسوله بشيء أو نهانا عنه يجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ويعلم ما يصلح لنا وما يضرنا. قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كانت الأجسام الصلبة أكثر كثافة من السوائل وأغلب المواد الصلبة ترسب في سوائلها، إذن كيف تشرح لي هذه الظاهرة؟ ما الذي يحدث؟ هذه الحالة في الماء تسمى شذوذ الماء anomalous water، وهي خاصية غير اعتيادية، فالماء يتمدد بدلا من أن يتقلص عند انخفاض درجة حرارته إلى الصفر، وبالتالي تقل كثافته ويزداد حجمه على عكس المواد الأخرى. فالزئبق الصلب مثلا يغوص في الزئبق السائل، والحديد الصلب يرسب في الحديد السائل، ولكن الماء في الحالة الصلبة يطفو، وهذه من أغرب الحالات في الطبيعة، غريبة ولكنها في صالحك، لأنك بدونها لم تكن موجودا أصلا وتكون الحياة مستحيلة تماما. ولكن لماذا؟ تعال معي. نعيش الآن في دورة فصولية، بمعنى أنه في فصل الشتاء البارد معظم البحار والبحيرات تتجمد من السطح، ولكن في الصيف تذوب هذه الثلوج بسبب حرارة الشمس، وهكذا دواليك تتجدد هذه الدورة كل عام، مما يسمح للأسماك بالعيش حتى لو كان السطح متجمدا. والآن تصور ما الذي يحدث لو أن هذه الثلوج ترسب في الماء. يأتي الشتاء فيتجمد سطح الماء، ولكن الثلج في هذه الحالة لا يطفو بل يغوص في القعر فيصبح جليدا دائما. وعندما يأتي فصل الصيف لن تتمكن
الشمس من تذويبه، بل يتبخر بعض الماء من على السطح، وبهذا نكون قد قطعنا الدورة. فيأتي الشتاء الموالي فتتكون طبقة جليدية جديدة، والتي تغوص في القعر بدورها فتصبح جليدا دائما، وهكذا حتى ينتهي الأمر باضمحلال كل المياه من على الأرض، ولن تبقى بحار ولا محيطات سوى طبقة سطحية بسيطة من المياه فوق محيط من الجليد لا يسمن ولا يغني من عطش، فيقضى بذلك على جميع الكائنات والأحياء من فوق أديم الأرض. لماذا تتجعد أطراف أصابع يديك أو قدميك عندما تتعرض للمياه أو تسبح لفترات طويلة؟ يظن البعض أن رد الفعل الفيزيائي هذا ناجم عن انتفاخ البشرة بسبب امتصاص الماء، وهو ما لا يحصل، وإلا لأصبح الجسم كله منتفخا ومتجعدا، وإنما في الحقيقة هو رد فعل تلقائي لجهازك العصبي هدفه التكيف في الظروف الرطبة حتى تتمكن من مسك الأشياء بأصابعك تحت الماء بسهولة، ولمساعدة القدمين أيضا على الثبات وعدم التزحلق عند الوقوف أو الخطو. وأكد علماء الأحياء في جامعة نيوكاسل أن ظاهرة تجعد الأصابع أو بما يسمى ببراني فينجرز هي خاصية وظيفية ورد فعل تلقائي يصدره الجهاز العصبي لغرض محدد جدا، وهو شبيه بسلاح دفاع ذاتي فريد من نوعه، على افتراض أن المكان الذي يوجد فيه الشخص مبلل، فيقوم بتصريف الماء الموجود على الأصابع التي تتجعد أطرافها فتكون بمثابة البراثن التي تتشكل على اليدين والقدمين لتعطينا قوة أكبر على الإمساك بالأشياء والسير داخل الماء. هل سألت نفسك يوما لماذا خلق الله لنا الحاجبين؟ كثير من الناس يظن أن الحواجب لها وظيفة جمالية فقط، وهي كذلك فعلا، لكن هناك 3 وظائف للحواجب في منتهى العبقرية. لو كنت تتمرن أو كنت تجري في الشمس ستجد أن جبينك أصبح يتصبب عرقا، هذا بسبب الغدد العرقية الموجودة على الجلد، لكنك لن تجد أي عرق بين حاجبيك وعينيك أي على جفونك، أنه في هذه المنطقة لا يوجد أي غدد عرقية. ذلك عندما تقوم بمجهود جسدي أو كنت تحت المطر لن يلمس العرق أو المطر عينيك، لأن الحاجب الذي يعمل خط دفاع يمنع ذلك. الوظيفة الثانية، أكد العلماء المختصون بلغة الجسد أن الحواجب هي المسؤولة عن التعبير عن السعادة والمفاجأة والغضب، وهي التي تكمل علامات اليد. هي مهمة جدا للتعرف على الأشخاص، فبدونها يصعب عليك التعرف على أي وجه. جرب ذلك على صورك. الوظيفة الثالثة وهي في قمة الإبداع والعبقرية سبحان الله العظيم، تخيل أن هناك عاصفة رملية أو ثلجية أو ترابية، تجد أن هذا الرمل أو التراب أو الثلج لن يصيب عينك مباشرة، ذلك بسبب الشكل المقوس للحاجب الذي بدونه تنزلق هذه الأشياء وتدخل إلى العين. هذا عندما تكون هناك ريح فيها غبار أو عاصفة ثلجية أو رملية أو ترابية، ستجد أن التراب أو الرمل أو الثلج يتجمع على حاجبيك. لماذا لا تنمو لدينا الرموش والحواجب بنفس نمو الشعر؟ أو بطريقة أخرى، كم مرة ذهبت إلى الحلاق وطلبت منه قص شعرك أو تعديل لحيتك؟ فهل سبق لك مرة أن طلبت منه قص حواجبك أو رموشك لأنها غطت عيونك؟ بالتأكيد لا. انظر معي، يوجد 3 مراحل لدورة حياة الشعر: أنجن فيز وهي مرحلة النمو أو طور التنامي، ثم كاراجن فيز وهي المرحلة الانتقالية أو طور التراجع، ثم تيلوجن فيز وهي مرحلة الراحة أو مرحلة تساقط الشعر. طور التنامي وهي المدة التي ينمو خلالها الشعر، تصل إلى 6 سنوات تنتج خلالها 85% من بصيلات شعر الجسم الجديدة، وينمو الشعر بمعدل 15 سنتيمترا كل سنة. في المرحلة الانتقالية ينقص طول بصيلات الشعر إلى السدس، وينفصل الشعر عن إمدادات الدم، ثم بعد أسبوعين تأتي الفترة التي يرتاح فيها الشعر ويتساقط لتحدث دورة جديدة. أما الرموش والحواجب فمرحلة نموها أقصر من ذلك بكثير، تتراوح مدتها من 30 إلى 45 يوما قبل أن يتساقط شعرها وتنمو من جديد. لو علم الناس ما في الماء البارد من فوائد جمة للجسم لما تركوه مدى الحياة. فالاغتسال بالماء البارد قبل أن يكون نصيحة طبية فهو توصية ربانية. قال الله عز وجل لنبيه أيوب عليه السلام لما أراد له الشفاء من سقمه: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، أي اضرب برجلك الأرض فينبع لك الماء لتغتسل به وتشرب منه. فما هي فوائد الاغتسال بالماء البارد؟ وكيف نستفيد منه كنظام علاجي؟ أثبتت دراسة ألمانية أن الذين خضعوا للعلاج بالمياه الباردة لمدة 4 أسابيع ارتفعت لديهم مستويات المقاومة للأمراض، وزادت نسبة إفراز هرمون الأندروفين الذي يقضي على الألم. فالاغتسال بالماء البارد ينشط الجسم ويزيد من تدفق الدم، يحسن المزاج وينبه الجهاز العصبي، مما يساعد على سرعة ردة
خفة الفعل، وتنشيط غدة البنكرياس، وزيادة هرمون الأنسولين في الدم، وتقليل تورم الجسم، وشد البشرة، ومنع التجاعيد. لذلك نجد كبار السن في الصين مثلا أصحاء، وكثيرا من الرياضيين يستحمون بمياه باردة تصل إلى درجة التجمد، وبهذا تزيد مناعة أجسادهم ويتحسن أداء أعضائها، وهو شفاء بإذن الله من الهم والمس والسحر. قال سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. للحصول على منافع المياه الباردة، ابدأ كل صباح بالاغتسال بالماء الدافئ، ثم افتح الماء البارد وابدأ بقدميك ثم يديك ثم الوجه وفروة الرأس، ثم صب الماء على سائر الجسد. وعن مدار الاغتسال بالماء شديد السخونة يقول ابن سينا أن الماء الحار ينفذ قوى الجسم، أي أنه يضعفه ويتعبه ويزيد من حموضة الدم، مما يعطي فرصة أكبر للإصابة بالأمراض. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.